السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم. اتشرف نكون مع حضراتكم. النهارده هنتكلم عن تطعيم جونسون اند جونسون اللي اتوقف في امريكا من يوم الاثنين، من اول امبارح. احنا بس هنعرف في المقدمة ان التطعيم الاول لازم تجارب سريرية في 3 مراحل مبدئية. اول مرحلة العدد بيبقى اقل من 100، بعد كده تاني مرحلة العدد غالبا بيبقى أقل من 1000، بعد كده تالت مرحلة بقى العدد ممكن يوصل 60,000 100,000 30,000. خلاص. في تطعيمات كتير بقى في روسيا، في الصين، في انجلترا، ألمانيا، تركيا، أمريكا. دول أشهر دول عملت تطعيمات. طبعا أمريكا عملت تطعيمات زي مودرنا، زي بتاع فايزر، زي بتاع جونسون اند جونسون. كل دي تطعيمات اصلها امريكي. طيب تطعيم جونسون اند جونسون ده اوسعهم في التجارب السريرية. يعني في مثلا بتاع مودرنا او بتاع فايزر، المرحلة الثالثة هيجربوها على 30,000 وهم شغالين فيه حاليا. اما بتاع جونسون اند جونسون استخدموه على 60,000 شخص. هذا رقم جبار، رقم كبير جدا. طيب 60,000 شخص دول كام واحد بقى اتعمل له؟ حوالي عن نصهم أو أكتر من نصهم، 35,000. 35,000 دول لما يبقى حالة منهم تعبت ده مش رقم، لكن الأسس العلمية اللي قائم عليها البحث العلمي في كل الدول بتنص إن أي حد يجيله مرض أو تعب غير معروف بسبب تطعيم لازم يتوقف فورا إلى أن يتم البحث في سبب التعب ده. فالتطعيم بتاع الأمريكي اللي هو اسمه جونسون أند جونسون، في واحد أخده وبعد فترة جاله تعب، سخونية وألم في البطن وترجيع، استمر لأكتر من 30 يوم، وده حاجة مش طبيعية، فالتطعيم اتوقف. طيب التطعيم برضو بتاع استرازينكا، ده برضو بتاع اوكسفورد بتاع انجلترا، بس اتوقف برضو وبعدين رجع تاني. ليه؟ لان في واحد اخده وجاله زي التهاب في الحبل الشوكي. طيب بس اما نقول واحد تعب من التطعيم مقابل 30,000 واحد استخدموه بأمان، يبقى دي مش نسبة أصلا تذكر، لكن لازم يشوف سببه. ممكن يبقى الجرعة بتاعة التطعيم محتاجة تقل شوية، تمام. لكن في العموم التطعيم بتاع جونسون اند جونسون انا متأكد جدا ان هو هيستمر تاني. هو بس جاست هيتوقف لغاية ما يشوفوا المريض ده ايه سبب التعب اللي عنده وعلاجه. تمام. ده بالنسبة لتطعيم جونسون اند جونسون. بقى اللي بيشتكي من سخونية لوحدها كده، بس واحد عنده سخونية ما عندوش اي اعراض تانية. السخونية دي لها اسباب كتير جدا، تمام. يعني واحد عنده سخونية بتبقى 38 39 40 ايا كان. ممكن يبقى التهاب في في اللوز، ممكن يبقى كورونا، ممكن يبقى انفلونزا، ممكن يبقى بداية التهاب في مجرى البول. فالسخونية لوحدها مش هي دليل حاجة. لكن طبعا اي حد يجيله سخونية وتقعد معاه كام يوم لازم بقى يبتدي يشوف الاجراءات بتاعته، يعمل تحاليل، يعزل نفسه لحين ما يثبت ان هو مش كورونا، وبالتالي ياخد العلاج بتاعه على اساس التشخيص. تمام. طبعا الكمامات، على فكرة في بحث 12 جديد بيقول ان الكمامات اول حاجة بتقلل الاصابة. طيب تاني حاجة ان حتى لو الانسان اتصاب وهو لابس كمامة، الكمامة بتقلل نسبة الفيروس اللي بتدخل للانسان. فالكمامة دي بقت مهمة جدا. تاني حاجة في بحث برضه 12 ان الفيروس بينشط شوية في الاجواء الباردة. يعني كل ما زادت درجة الحرارة كل ما قلت الفترة الزمنية اللي بيقدر يعيشها الفيروس بره الجسم. تمام. فناخد بالنا في الشتاء
التباعد الاجتماعي، الكمامة، الوزن، لازم كل واحد يظبط وزنه، لو وزنه زيادة حاجة زي كده لازم يظبط وزنه. غسل الإيد باستمرار. تمام. ده الخبر بتاع النهاردة قلت أوضحه، بتاع إيقاف تطعيم جونسون أند جونسون. في دواء تاني بقى اسمه في اي بي، هنبقى نتكلم عنه بقى في حلقة تانية. لكن الدواء ده قلل نسبة الوفيات في المرضى اللي هم عندهم في العناية المركزة لكورونا بنسبة 81%. النهاردة التجارب بتاعته ظهرت. اسمه في اي بي. في اي بي الدواء ده بيستخدم الحالات الشديدة جدا في حالات كورونا، وقلل الوفيات من بدل ما هي بتبقى يعني بدل ما هي كانت 18% واحد. استنى اجيب لكم الرقم عشان بصوا الدواء ده عمل ايه بقى. المرضى اللي في العناية المركزة على جهاز فنتليتور تنفس صناعي، تمام. المفروض ان غالبا 18 واحد بس، 18% بس اللي هيخفوا او هيخرجوا، هو 20% بكتير. المرض ده خلاهم 80%. 80% فضلوا عايشين. ليه؟ لأن الدواء ده بيدخل بيبقى مركز جدا في الرئة، وبيقفل الخلايا الرئة، بيمنع دخول الفيروس فيها، وبيمنع ان الفيروس يقدر يهاجمها. خلاص. فزي ما احنا قلنا الخبر الوحش بتاع ايقاف تطعيم جونسون اند جونسون، قلنا على الخبر التاني بتاع دواء الفي اي بي ان المرحلة التانية تمت فعلا، والنتائج بتاعتها اتنشرت في مجلة كبيرة جدا اسمها ذا لانست. تمام. ده اللي كل موجود النهاردة، و نتمنى نلقاكم على خير. الله يبارك فيك يا سيدي العبيدي شهومي. ربنا يبارك لكم، وان شاء الله نهتم بالكمامة جدا جدا جدا. مفيش حاجة اسمها كورونا مشيت، هي لسه موجودة وموجودة، وفي موجة تانية فيها أعداد كتيرة. فالكمامة مهمة جدا أثناء الخروج والتباعد الاجتماعي. تمام. ربنا يحفظكم وشكرا لحضراتكم.